ورحمة الله وبركاته. تنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال المتتبعين ديال الدكتور الكوتش إدريس حقيق، سفير جامعة محمد الخامس الرباط وممثل الحمد لله ديال مدينة سلا، وكذلك الممثل الحمد لله الرسمي ديال الشرفاء القواصم في المغرب. فاليوم الحمد لله غنهضروا على واحد الموضوع جد جد مهم اللي هو التاريخ، فيه التاريخ ديال منطقة وكلا في اطار المكافحه وفي اطار الحرب ضد الاستعمار البرتغالي، الاستعمار البرتغالي النبيل اللي قادوا الحمد لله سلفي الصالح سيدي سعيد الزعيم الدكوالي، سيدي سعيد قضاء الزعيم الدكوالي سنه 1624. فالحمد لله في ديك المرحله في تاريخ المغرب كانوا السعديين، وباش نذكر وكانت المرحله الاخيره ديال السعديين، يعني مرحله خراب الدوله السعديه هي ذاك الوقت، لان السعديين كانوا داروا اخطاء منها تهميش الزوايا، بحكم ان كانت عندهم واحد العقده، حيت هما ماشي شرفه، هما السعديين ماشي شرفه، كانت عندهم هاد العقده هادي ضد الشرفه وتيخافوا من الشرفه وما تيبغيوش اللمعان ديال الشرفه، خصوصا داكشي الزوايا الى اخره. وهذا صراحه هو السبب الرسمي ديال سقوط الدوله السعديه ومجيء العلويين في اطار ديك الحرب الاهليه اللي دامت 18 سنه بين العلويين والسعديين. فهنا انا تنذكر السياق الوطني اللي كان ذاك المرحله الاخيره ديال السعديين. كان هذاك زيد ولد منصور الذهبي، هذاك كان خفيف، كان في الجنوب وكان حاضر النشاط وكذا، وما يعني ما كانش ذو شخصيه صراحه، وكان همش الزوايا وهادشي هذا خرج على الدوله السعديه. مهمه علينا سيدي، والسعديين في ذلك الوقت رفضوا، هو رفض، هذاك زيد ولد منصور رفض باش انه يواجه البرتغاليين. فلذلك الدكواليين بقاو امام المصير ديالهم، منطقه الدكاله بقات امام المصير ديالها، والدكاله عاونوهم سلا. هي فاش القبائل ديال الدكاله، هي فاش العواوده اللي حدا زاويه سيدي اسماعيل وهما في خضر من الشرفاء والقواصم غيجيو لسلا. وهي المرحله كذلك فاش غيجي الولي الصالح عبد الله بن حسون سلا كذلك، فبدات المقاوله التحرير ديال الدكاله من البرتغال بدا صراحه في سلا. وكان هناك الجهاد البحري ضد الاستعمار البرتغالي، كان الجهاد البحري انهم دوروا البرتغال عطاوهم العصا في البحر قبل ما يوصلوا للبر. فجات المرحله البريه، لان كان التنظيم السري، لان سيدي سعيد الزعيم الدكوالي كان يعني دار التنظيم السري، التنظيم ديال المقاومه السري تم في منطقه الدكاله. وجات الحمد لله معركه غزوه في 1624، وسيدي سعيد حاصر البرتغاليين ب 12000 مقاتل، 12000 مقاتل لمده 2 سيمانات، وهو تعطي العصا للبرتغال. هي فاش القاده ديال الاستعمار البرتغالي، العساكريه ديال البرتغال، القاده ديالهم، الجنرالات ديالهم، غيقولوا للملكه البرتغال، غيقولوا ليه درتي لنا الروينه في حياتنا، صيفطتينا عند دوس كاليس. تما فاش غتجي التسميه ديال الدكاله، صيفطتينا عند دوس كاليس، يعني صيفطتينا، رسلتينا عند جوج في واحد. هنا جات التسميه ديال منطقه الدكاله. وكنذكروا بان سيدي سعيد ملي حاصر الاستعمار البرتغالي، ملي حاصرهم، كان كبير في السن، كان طاعن في السن، وديك الساعات غيرجع لمنطقه ورار حيت شويه حس بالعياء، حيت بزاف الناس تيقولوا حق راه البرتغاليين قتلوا سيدي سعيد. لا، سيدي سعيد راه ما قتلوش، البرتغاليين ما قدوش البرتغاليين يقتلوه. فرجع لمنطقه ورار وريح تما واحد 3 ايام، ووافته المانيه، وبقى ولده سيدي اسماعيل اللي في الزاويه هو اللي تيقود المقاومه ضد الاستعمار البرتغالي. والقبائل المحيطه كذلك بقات هي اللي تقود المقاومه، وعاونوهم كما قلت الناس ديال سلا، قراصنه ديال سلا عاونوهم في هذه المساله هذه. هو وافته المانيه في ورار. وهذه المساله هذه تاريخيه، وهذه القضيه هذه ديال انه تحرك من جديد لهذه، هذه القضيه هذه حصلات
حصلت حتى يعني حتى الجد ديالي مولاي جلالي سي جلال بالقيضه حصلت ليه هذه المساله هذه، انه في 2017 كان في حي السلام في دار هذا ولدو جديده، وغيمشي من واحد البلاصه قريبه لمنطقه معركه الغزوه وغيرجع لورار هي في ديك الساعات فاش يتوفى تقريبا حتى هو شي 3 ايام ولا 4 ايام من الخميس لحد باش صافي باش توفى. يعني هذه زعما تتبقى يعني واحد التحرك تاريخي من معركه الغزوه من النقطه ديال معركه الغزوه المنطقه جوارات. وشكرا جزيلا.